بس استاذ صابر عشان استاذ صابر عشان بس هنا يبقى كملت ده. يعني ضيوفي هنا في الاستوديو اعضاء مجلس نواب مصريين، فبيقولوا انه واضح انه الشخص الاسرائيلي الضابط الاسرائيلي تعمد انه انه يحقق هدفه بهذه الصورة، يعني انه عاوز يكسب ارضية. يعني ادى الفنانين المصريين والفنانين العرب والمطربين العرب اللي لهم قيمة كبيرة، ومن خلال هذه الصورة يعني يوصل انه خلاص يعني في علاقات شعبية مع الاسرائيليين. هل تعتقد انه اللي التقط الصورة واللي بثها ونشرها بهذا الشكل حقق هدفا اسرائيليا؟ أظن هو ما فيش في الموضوع ده ما فيش سوء نية وإلا حسن نية. يعني الموضوع مدروس شكله، موضوع مدروس بطريقة يعني استخباراتية مهمة جدا. يعني حسب ما عرفت يعني من خلال الفيسبوك، ومش عارف أنه إذا كان هذا دهاء من السلطات الإسرائيلية أو كان عن حسن نية من طرف هذا الشخص اللي يدعى هادي من عرب 48 الفلسطيني اللي عرف بنفسه فلسطيني، هادي الخطيب أو مش عارف هادي الخطيب أظن. مش عارف، ممكن الأيام الجاية تورينا الحقيقة، لكن كما قلت أنا يعني يا ريت نستفيق، نحن نستفيق كمواطنين كعرب أنه يعني الكيان الصهيوني يريد أن يزرع البلبلة ويزرع التفرقة، مثل ما احنا متفرقين في قرار واحد، فيحب يدعم هذه التفرقة. مع الأسف ومفروض نكون كلمة واحدة كما قلت، كلمة واحدة، ونناصر القضية الفلسطينية كعرب ككل، لأنها قضيتنا منذ الأزل. هو بعض الفنانين يا أستاذ صابر شوية يعني في قضية رام الله، لأن رام الله خاضعة للاحتلال، صحيح فيها السلطة الفلسطينية لكن المعابر تسيطر عليها إسرائيل. يعني فبعض الفنانين والمطربين يقولوا أنا مش هدخل على معابر إسرائيلية. يعني ما سألتش نفسك يعني في ده؟ هل نلغي هذا الشعب من الخارطة؟ هل نلغي فلسطين؟ هل مصير هؤلاء الناس انهم يبقوا دائما محصورين وفي في 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 ارض لهم وملكهم ويتصرف فيها الاسرائيليون، ونبقى ساكتين يعني وما نحاولش انه نفك هذا الحصار الثقافي، هذا الحصار الاقتصادي عنهم؟ يعني هل هذا الغاء لفلسطين بذاتها بحد ذاتها؟ فهذا غلط طبعا. أنا فلسطين موجودة من زمان، فاليوم إذا هذا اختيار، على فكرة اختيار من أي إنسان، اختيار يعني أي فنان ممكن يقبل أن يمشي لفلسطين، لازم يكون مقتنع أنه ماشي للشعب الفلسطيني ولا غير الشعب الفلسطيني. أنا لما مشينا لفلسطين وتعدينا الحدود، هذا إيمانا منا بالقضية الفلسطينية، وهذا أكبر دليل أنه أنا وكامل أعضاء فرقتي نؤمن بالقضية الفلسطينية، ومشينا وبرغم الحصار وبرغم الانتظار وبرغم كل الصعاب اللي هي قمة، أظن هي قمة الوطنية وإيماننا بعروبتنا وبقضيتنا الفلسطينية. طيب أنا عندك بس ملاحظة أستاذ أحمد طنطاوي؟ الأستاذ صابر الحقيقة أنا يعني أحب يعني أبدي إنه في البداية خالص أنا أول مرة أشوف الصورة وأنا في الاستوديو، وطبعا أزعجتني ووجعت ضميري زي ما بتوجع ضمير أي يعني مواطن مؤمن بالحق الفلسطيني وبالعدوان الصهيوني. لحد ما سمعت من حضرتك كلام مريح، لأنه أنا لاحظت إن أنت كررت 3 مرات لفظ الكيان الصهيوني، وأنا أعتقد إن ده الوصف الصحيح حتى من ناحية القانون، لأنه لا أظن إنه بالمعايير القانونية السليمة والمنصفة يجوز وصف إسرائيل كدولة وهي مجرد كيان صهيوني مغتصب. كمان كان يعني من المسائل المريحة كلام حضرتك عن قضية التطبيع فيما هو واضح، لكن أنت شخصية عامة ولابد إن احنا نفرق ما بين حاجتين، ما بين صورة ممكن تلتقط ليك في وسط جماهير أو في الشارع أو هكذا على غفلة
وما بين صورة انت خدتها في مكان وانت واقف وعارف ان في حد بيصور، والشخص بالنسبة لك مش مجهول لانه شخص يرتدي زي منحط، هو زي جيش الاحتلال وجيش العدوان الصهيوني، حتى لو كان من عرب 48 ما دام قبل انه يعني يرتدي هذا زي العار ويلبس زي وظيفة من يرتديه هي انه يقتل ابناء شعبه. ولذلك انا عندي سؤال بس بسيط جدا لحضرتك، هل جواز سفرك اتحط عليه هذا الختم القذر لهذا الكيان الصهيوني ولا لا؟ بس طبعا لا، ولو سطر عليها يعني تم تنسيق الرحلة بمعرفة الجانب الأردني، تم تنسيق الرحلة بمعرفة الجانب الأردني ولا من خلال الكيان الصهيوني؟ لا، الجانب الأردني والجانب الفلسطيني أصحاب الحق. لكن بس هي دي القضية صحيح، لأنه ده اللي بيثير اللغط. تكون التصاريح تكون من الجانب الصهيوني. يعني جواز سفرك لم يتلوث بهذا الخاتم؟ طبعا لا طبعا. هذا كافي جدا، وانا يعني كرجل طيب اللي هو الشق الثاني اللي بيتكلم عنه الاستاذ احمد ايضا استاذ صابر، انه يعني الفنان الكبير بقيمته يعني شويه اللي هو يبقى واخد باله من خاصه انه يعني ضابط يرتدي ملابس الجيش الاسرائيلي. على فكره انا ما كنتش لوحدي، انا وياه كنا مجموعه، كانوا فلسطينيين موجودين، كانوا اصحاب الحفل موجودين. يعني كان من المفروض اذا ما كانت النيه يعني سيئه، كان من المفروض انه ينبهوني او اي انسان يقول لا، فاذا عايز يتصور لازم يشيل ويتصور مدني مش يتصور رسمي. فمفروض يعني الحركات هاي والاشياء هذه تحصل وتصير، يعني سرعه البديهه في الموضوع هذا. اكيد نقول انه هذا خطا، اكيد انا اعترف انه خطا واكثر منه. دي شجاعه دي شجاعه من حضرتك جدا. وعايز اقول لحضرتك برضه، انا عايز كمان يا جماعه، مفيش شخصيه عامه لم توضع في مأزق بسبب بعض الصور، وانت بتلتقط صوره احيانا مع حد فتبقى ما انتش عارف عمل ايه من خلفك، وانت بتلتقط صور مع ناس ممكن يجي فجأة واحد ويلاصق كتفك وانت قاعد تتصور وما بقتش تبص بقى تتصور مع مين، فتكتشف صورة زي دي من كثرة التداول. يعني انا في اخر كلامي دكتور، اخر كلامي انه يا ريت يعني نكف عن الاتهامات يعني محاكم التفتيش واتهامات الخيانه والاعمال. هذه المحاكم اللي هي اليوم تفاجأت انه والله عندنا من الوطنيه وعندنا من اللسان الفصيح والطليق في السباب والشتام، ولكن اللسان الطليق في القرار صعب. يعني لازم ناخذ حذرنا من الشيء هذا. فيا ريت نجتمع كما قلت، نجتمع على قرار كبير منا احنا كعرب لنصرة اخواننا في فلسطين، ولا يعني نوزع هذه التعابير النابية يعني من اليمين الى الشمال بعلة انه كذا وكذا فقط لانها اتخذت صورة. فاتمنى انه الشيء هذا نوعله ونعرف انه الحروب دائمة كيان الصهيوني، واليوم ان شاء الله كما قلت افضل رد بقى تنهي بيه، تقول لنا افضل رد فعلا بالفن، قبليه كده من اغنية وانت بتختم بقى تطلع من الحالة دي. لا والله اسمعني، والله سيد وائل، انا بالنسبة لي أنا الموضوع ده اخذ جانب كبير من حياتي الخاصة، اخذ جانب كبير من حياتي العملية. موضوع صح حساس، لكن صراحة المود طبعا لانه متعلق بالوطنية التي لا يستطيع احد انه يعني يشكك فيها فيما يتعلق بيه. ما نحبش نكون شماعة، ما نحبش نكون كبش فداء لعملية قذرة قام بها الكيان الصهيوني لتشتيت افكارنا وتشتيت اهتماماتنا اليومية
يعني خصوصا انه الشعب الفلسطيني يحتاج منا الى وقفه